لماذا يقول لا دين الارهاب مليون مره؟ لا الان قلت طيب هذا هو قال الان قلت هذا كلام الحاجه الثانيه ذاكرتي طويله جدا. الحاجه الثانيه لما تقول سيادتك شيء مادي ملموس، الشيء المادي الملموس اكثر من اعترافات الزبابري واعترافات هذه الجماعات. هذا اللي يدور اي شيء اكثر من الاعترافات المسجله وامام بالامس واول امس في صحافه انجليزيه في صحافه الامريكيه ذهبوا الى عيد المكان وشاهدوا بام اعينهم هذا المنطقه اللي راهي موجوده الان في بني طلحه وسجل موسى. والاكثر باعتراف هل السيد الصديق اللي امامنا هو اكثر مؤهل اكثر من زوابري اذا كان زوابري يعترف بالقتل. الزوابري اذا كان زوابري يعترف بالمخابرات يا رجل. انت تلغي كل شيء. انت وانت انا اقول لك زوابري دي بساطه عندما يقول هو دليلك. انا قدمت لك الدلائل، قلت لك ان كل والحكومه ما لا تحتاج وليس دلائل. صحيح ما انا اقول لك لا يمكن ان تقول لي هذه 20 بيان صادر من جماعه. لا ما كان هو الواحد كلها تقول نفس الشيء. ماذا تقول؟ ان هذه الفئه الضاله منهجت لها مخابرات الطاغوت. هذا كلام جماعات انفصلت عن الجيه. نعم هنا عن جماعه الجزائر عن جماعه الاسلاميه. نعم إفقاد الجهات الروسية وسمعة وتشويه سمعة المجاهدين واستعداء وتمثيل المتعاطفين معه. ثم ماذا تقول؟ والحركة اليوم يقين بأن قيادة الجماعة المسلحة مخترقة من طرف المخابرات. هؤلاء كانوا جماعات داخلية أصدروا بيانات 20 بيان. هو من حسن كتبت الجرائم وكان من حسن حظي لأنا ما كنتش في بلاصة سوزاتي واللي يقول لي حتى ناس معك المخابرات باش نكون في المعارضة. من حسن الحظ شوف انت تعرف بالراتب لأن حسن الحظ عن الراتب. طيب لا اريد ان ندخل في امور عندي. لا اريد ان ندخل في امور. لو نشرك احمد الزاوي عضو مجلس الشورى للجبهه الاسلاميه للانقاذ في البلدان التي تواجهها صراع بين الاسلاميين المتطرفين والدوله، وجدنا ان الكثير من هؤلاء المتطرفين وقعوا في ايدي قوات الامن، وقد شاهدنا المئات منهم على شاشات التلفزيون، وهذا يعني امر روتيني. لماذا لم نشاهد ذلك في الجزائر؟ قدم في التلفزيون وليس جماعات. قدم جماعات ما كنت تشاهد في التلفزيون. قدم جماعات يتكلم جماعات يعني كل هذا يسود يقال لك هذا. لو كنت في سكنة مجال نظام يعني كنت انت تخلط الامور. انا اسم النساء او واحد عسكري لما يكون والاخر يقتلون. لا ما يحدث نتج عن انقلاب 11 جندي، وهذه مهمة جدا. في 11 جندي ساعتين ديسمبر وقعت انتخابات حرة. الشعب اختار ثلاث قوى رئيسية، اختار الاسلاميين المعتدلين واختار جبهة التحرير الحركة الوطنية التيار الوطني واختار حزب القوى الاشتراكية. هذه مهمة جدا. اختار ثلاث قوى، العائلة الاسلامية، العائلة الوطنية والعائلة العلمانية. نفس الفكر الاستعمارية توقف الرجال ماذا عملوا؟ عملوا الخلاف. هذا حدث قالوا رئيس دولة أريد أن أوجه هذا الكلام لمحفوظ أريد أن نسأل الشيخ مسؤول. هذا انفصلت عن الجيش. نعم هنا عن جماعة عن جماعة الإسلامية. نعم إفقاد الجهات الروسية وسمعة وتشويه سمعة المجاهدين واستعداء وتمثيل المتعاطفين. وهذا بتغير استراتيجية المخابرات الجزائرية أصبحت هناك انفجارات وأصبحت هناك قاعدة في الجزائر. أنا أريد أن أقول فقط يعني عفوا تغيرت الاستراتيجية بأي اتجاه؟ يعني النظام الجزائري هو يعلم جيدا بأنه إذا كان هناك مصالحة وطنية حقيقية، وبأنه إذا كان هناك رئيس جزائري حقيقي منتخب من قبل كافة الجزائريين فسيحاسبون على ما اقترفوه في السنوات الأخيرة. ولذلك فأجهزة المخابرات هي التي برمجت وصول بوتفليقة إلى الحكم، وهي التي برمجت المصالحة الوطنية التي يتحدث عنها بوتفليقة، والذي يقول بأن القاعدة تريد إحباطها. هذا كذب، والقاعدة لا توجد في الجزائر. هناك قاعدة واحدة أعرفها أنا، وهي قاعدة المخابرات الجزائرية. ولكن